والنهارده الاهلي بيفوز على الزمالك 2-1، فوز مستحق. والاهلي النهارده بيتخطى كل مشاكله وبيركز في الملعب بس عشان يفوز في مباراه تعتبر اهم مباراه في الفتره الاخيره كلها للنادي الاهلي. ليه اهم مباراه؟ لان النهارده مباراه لو كان الاهلي خسرها كانت هتدخله في منطقه شكوك كبيره جدا. ودايما في الكوره المكسب بيغطي على المشاكل، والنهارده كل فرد داخل منظومه النادي الاهلي كان عارف ان الحل السحري للخروج من كل المشاكل اللي بيمر بيها النادي الاهلي هو المكسب. اللعيبه متحفظه قبل المباراه ان المكسب هو الحاجه الوحيده اللي هتخليك تعدي من كل المشاكل اللي انت بتمر بيها. في مشاكل، في مشاكل موجوده عند الاهلي، وفي مشاكل موجوده عند الزمالك. مشاكل الزمالك كلنا عارفينها، المستحقات الماديه وعدم حصول الجهاز الفني واللاعبين على مستحقاتهم، وده بيأثر وبيشتت التركيز. كلنا بني ادمين وكلنا عارفين ان ده يأثر على اي حد. لكن في فرق ما بين الفريقين، وانا بقول لكم النقطه دي مهمه جدا. الفرقتين عندهم مشاكل والناديين عندهم مشاكل، ولكن الاهلي عنده من الخبرات انه يعزل فريقه عن اي مشاكل بيمر بيها من اول دقيقه. ورغم تقدم الزمالك ورغم بدايه الزمالك الجيده في بدايه المباراه، الا ان انت متوقع ان حتى لو الاهلي استقبل هدف هيبقى فيه رد فعل من اللعيبه. كل الزملكاويه اللي بيتفرجوا على الماتش عارفين ان الزمالك حتى لو جاب جون بالشكل اللي الاهلي بادئ بيه ان هيبقى فيه رد فعل من اللعيبه. وفعلا قد كان الزمالك اتقدم وضيع فرص في بدايه المباراه، ولاعيبه الاهلي انا بقول لكم لعيبه رجاله شايلين كل المشاكل اللي بره بمخهم ونازلين في مخهم حاجه واحده بس: هنكسب النهارده. هنكسب ازاي مش مشكله، المهم ان احنا نتخطى المباراه دي ونكسب. وانا بقول لكم ان مفيش اهلاوي بيتفرج على ماتش النهارده او موجود في الملعب او حتى اللعيبه اللي بتلعب المباراه وكانوا يتوقعوا ان الزمالك هيكون بالوحشه دي. اكبر المتفائلين من الاهلاويه عمره ما توقع ان الزمالك بالاسماء اللي موجوده واللعيبه اللي موجوده دي انه هيبقى بالوحشه دي. اسوأ مباراه يلعبها الزمالك امام الاهلي في اخر 15 سنه. تاني اسوأ مباراه يلعبها الزمالك قدام الاهلي فنيا جوه الملعب في اخر 15 سنه. النهارده الزمالك ما لعبش بالمستوى اللي يخلي جمهور الزمالك يخرج من الماتش حتى لو مغلوب انه فخور بفرقته. لا، كل الزملكاويه النهارده زعلانين من اللعيبه وزعلانين من الجهاز الفني ان انت ما خسرتش بشخصيه الزمالك. الخساره فيها شخصيه اوقات، الخساره ساعات بيبقى فيها شخصيه، ساعات كده الجمهور يبقى طالع من الملعب: انا خسرت النهارده بس لعيبتي عملت اللي عليها. النهارده لعيبه الزمالك ما عملتش اللي عليها، لا على مستوى الشخصيه والرجوله ولا على المستوى الفني. مبروك للاهلي، فوز مستحق وفوز مهم جدا في توقيت مهم جدا للاهلي، لان الفوز ده هيغطي على كل المشاكل ورجع الاهلي مره تانية للمنافسه على بطوله الدوري.